مهما بلغت قدراتك على التحليق ابقى بعيدا عن الحيتان، لأن المنتخب الأردني بيحلق في كل مكان. الأردن إلى كأس عالم دون أدنى شك، قلتها منذ الجولة الأولى ولحد الجولة التاسعة، وبقول لك إن شامة بيتأهل بنسبة 101% للمونديال بمشيئة الرحمن. مليون مبروك للكرة الأردنية، مليون مبروك للشعب الأردني الجميل. في المساء إن شاء الله بمشيئة الرحمن حلقة فنية مرعبة قوي حرفيا للكرة الأردنية والشعب الأردني الجميل. مليار مبروك. بعد تلت ساعة تحديدا عمان ما عندهاش حلول، محتاج نصارع على الريتم شوية يا شباب. رتم الماتش بطيء في أول 20 دقيقة. إن شاء الله بإذن الله لما تصارعوا على الريتم مش هيجاروك في الملعب، لأن القدرات التقنية للأردن مرعبة قوي حقيقي بعون الله. مفيش أي حلول نهائيا للكرة العمانية. إن شاء الله الأردن هتنتصر في النهاية بمشيئة الرحمن. إن شاء الله بداية تشكيل موفقة من جمال السلامي بمشيئة الرحمن. العساف بدلا من إحداد، وعندك علي باشا علوان يعود للتشكيل الأساسي، والسعادة بدلا من الروابدة بنفس الطريقة 3-4-3 شباب. إن شاء الله الأردن قادرة على تخطي الصعاب، وأنا بقول لك المنتخب العماني لو لعب 3 أيام مش هيسجل عنا شامة بعون الله. الكل يقول يا رب يا شباب من أجل تحقيق الحلم الأسمى لملايين الأردنيين بمشيئة الرحمن. ماتش للتاريخ إن شاء الله، فرحة كبيرة قوي بعد الماتش للشعب الأردني العظيم. السلام والنشيد الوطني لمنتخب الأردن العظيم. صفارة البداية لأهم ماتش في تاريخ النشامة بمشيئة الرحمن. رجالة وقادرين بعون الله يا شباب. إن شاء الله معكم لحظة بلحظة من قلب الحدث بمشيئة الرحمن. إن شاء الله ستصل لل16 في نهاية الماتش بمشيئة الرحمن، وتضع القدمين في المونديال يا شباب. الشجاعة في أول 5 دقايق بتدل على أننا نفرح في النهاية يا شباب. الشجاعة في أول 5 دقايق تحديدا من الماتش بتدل أن الكل فرحان في النهاية بعون الله. الضغط منذ البداية عامل مهم قوي حقيقي. اضغط إن شاء الله نكسب بعون الله، هنكسب يا شباب. بعد تلت ساعة تحديدا عمان ما عندهاش حلول، محتاج نصارع على الريتم شوية يا شباب. رتم الماتش بطيء في أول 20 دقيقة. إن شاء الله بإذن الله لما تصارعوا على الريتم مش هيجاروك في الملعب، لأن القدرات التقنية للأردن مرعبة قوي حقيقي بعون الله. مفيش أي حلول نهائيا للكرة العمانية. إن شاء الله الأردن هتنتصر في النهاية بمشيئة الرحمن. أقوى سكواد في آسيا على الإطلاق، قلتها وبقولها من زمان. الأردن سيتوج بطل لكأس آسيا 2027 بمشيئة الرحمن. الأردن سيعبر للمونديال دون أدنى شك. اللهم لك الحمد والشكر. بعد مرور 40 دقيقة تحديدا المنتخب الأردني محتاج يحرر نفسه من الضغوط شوية، محتاج يلعب بأريحية. العب الكرة السلسة بتاعتك، مفيش أي خوف على الإطلاق. ماتش تأهل للمونديال، ولكن العب بأريحية والعب بدون أي ضغوط على الإطلاق. هتعمل ماتش عظيم والله العظيم. عمان في الشوط الأول الكورتين بتاع الصبحية اللي هم أخطاء دفاعية خلف المدافعين وتحديدا يزن العرب. غير كده مفيش أي كرة على المرمى على الإطلاق. الكرة الأردنية كرة علوان اللي بعد كرة عصام الصبحي كانت كرة خطرة قوي. ممتاز عبد الله ديارة، ممتاز عبد الله نصيب. كويس الله موسى راجل. حس المنتخب الأردني لم يمرر. مش ممكن اخطر كورة في طريق التصفيات. هذه كورة بعناوين أردنية كيف ضاعت. مش ممكن يا مهند، مسألة الخطورة. والله لو هنضغط هنكسب يا شباب. يتقدم يحاول يشوط، لا يفتح على اليمين، ما فتحش لأنه دفاع يا رب الأردنية. الأردن يهاجم بضراوة وشراسة في الخواتيم. هو ده اللي أنا بتكلم عليه. اضغط على عمان، الأخطاء هتبقى كتير. عن طريق العشرة اللاعب اهدى في بار.
الدفاع يتصدى. عود لي كوره، شوف لي فار. اهدى. بنالتي ان شاء الله بنالتي. ولكن ماذا اهدر اللاعب رقم 20 مهند ابو طاح؟ ضيع فرصه التقدم، والان تشيكينج بوسيبل بنالتي لمنتخب النشامه. اي كوره في المباراه في وقت الاردن، في اوقات الاردن بنالتي. إذا ماذا هناك من قرار؟ ضربة جزاء قريبة للأردن، هكذا كانت الإشارة من الفار. قولوا يا رب يا شباب. تعال يا خالد، مر يا خالد، شيك يا خالد، شوف يا خالد. أبو طه ما وصلش ليه؟ المرمى مفتوح، أي كرة كانت دخلت الشبكة والله العظيم. إن شاء الله فيها بينالتي يا شباب، فيها ضربة جزاء يا شباب. الكرة الآن في فار في آخر تفاصيل الشوط الأول. النشامة عندهم كرة المباراة. اعطيني الصورة ونحكم وحدي. هات دكتور، هات شومة طمنك من الآن. ماذا هناك الآن؟ اللقطة في إشارة. لا عاد تبص لي الشريط هذا مونتاج لا ينفعني في الحكم. بنالتي يا خالد، بنالتي يا خالد. ان هناك ينتظرون ومن هنا ينتظرون بين مسقط وعوان. واخد القدم اليمين، واخد القدم اليمين لمهند ابو طه. باينه قوي. الطريق الى مونديال، الطريق الى مونديال. الستارز والله ضربة جزاء فيها لقطة فيها يا شباب، ما حدش يقلق. الشيء يتحدث مع الفار، قالوا له فما إعاقة في هذه الركلة. شوف المراوغة فيها يا شباب. ماذا هناك؟ هل فيها بنالتي؟ فيها بنالتي. هذه ضربة جزاء، لا نوفا والنوف سايد. نوفا والنوف سايد بنالتي. قرار بخواتيم ضربة جزاء أو لا، هذا قرار خالد التريس، ليس معني بأي تفاصيل. والله بنالتي واضح. غلف على كورته، ما امكنلوش التمرير. خلي بنالتي والله بنالتي يا شباب، مفيش خوف، لا شيء يدخل الخلاط. بنالتي واضح. خالد التريس خالد ماذا يقول؟ خالد بيده تعب ايضا من الرطوبه ومن الحراره. خالد التريس بنالتي للنشامه، بنالتي للاردن، ضربة جزاء في خواتيم الشوط الأول. نعم أنا ما أقول لكم أن الأردن في الآسيوية يسجلون كثيرا. يا رب يا موسى، يا رب يا موسى، يا رب يا تعمرين. الروح الأردنية، النشامة يستقبلون الحدث. والله يا أبو طه لو صار كان سجل هدف بأي قدم، بيمين في يسار كان سجل أبو طه. مهند خالد يرتكب الخطأ. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. إن شاء الله تدخل يا شباب، إن شاء الله تدخل يا شباب. ليسجل الهدف الأول، هدف الاقتراب من المونديال. 0-0 دقيقة 50، الحرارة في 50، والكرة الآن في ضربة جزاء. موسى التعمري للتاريخ، موسى التعمري للتاريخ. يا موسى يا موسى يا موسى، هناك يتطلعون، هناك ينتظرون، هناك يدعون، هناك يستنون. 1-0 أم 0-0 بين موسى. الدعوات يا شباب، الدعوات يا شباب. هدف الانتصار، هدف التأهل للمونديال بعون الله، بمشيئة الرحمن. هذه هي ضربة بنالتي واضح، بنالتي واضح وصريح وما فيهوش أي كلام على الإطلاق. في تاريخ الأردن. الراجل واخد رجله الستارز. إن شاء الله موسى يسجل ويسعد ملايين الأردنيين. لم تكن له تبعات ولم تصل إلى المونديال، ولا تقل لذهبية الدوري العربية أمام العراق. هذه أغلى ضربة جزاء في التاريخ يا الأردن. خلاه علوان إن شاء الله يسجل، إن شاء الله يسجل علوان. اليوم تقريب عوض محمود مرزي. ثقة في كل اللعيبة يا شباب، ثقة في التعمرية، وثقة في النعمات، وثقة في علوان، ثقة في الكل بعون الله. هدف فايز الرشيدي، فايز وعلي، ما بعدش برشا. علي علوان يتقدم أحد أعظم مسددي ضربات الجزاء. كأس العالم. امشي كلمة تأهل يا شباب. الأردني يسجل في مرمى اللهم لك الحمد. وكأس العالم بنهاية الشوط الأول تصبح قريبة جدا من أي وقت مضى.
الرابع، هو ماسكينها بذراعهم، هو ماسكين البطاقة بإيديهم، هو قلت لك الماتش سهل، اضغط عليهم، ما عندهمش اي حلول نهائيه والله العظيم. الهدف ده في الشوط الاول هيعني الكثير بمشيئه الرحمن. 1-0 علي. حطوها معلمه بمزيكا بفن، احد مواهب واعظم ملوك تسديد ركلات الجزاء، علي باشا عنوان. 2025 امريكا تقطع. اللهم لك الحمد، نهايه شوط مثاليه للكره الاردنيه. علي ايودو يكسر نهاية شوط مثالية من الألف للياء، هدف تقدم جه في وقته زي ما بنقول عندنا في مصر. اللهم لك الحمد والشكر. إن شاء الله نحافظ على الجول يا شباب، ونقدر نسجل الثاني في الشوط الثاني بمشيئة الرحمن. يسجل 1-0.